مساء الفل. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ رأيك في انسحاب الزمالك من أزمة السوبر المصري، وإيه رأيك في قرار الزمالك؟ ازمه السوبر هي شبه كل حاجه شفناها وكل حاجه هنشوفها لسه. كل حاجه شفناها او هنشوفها، حتى رد الفعل عليها هو شبه كل حاجه شفناها او هنشوفها. في ناس هتسكت خالص، وفي ناس هيحبوا يمارسوا الشجاعه فيمسكوا في مين؟ الاتحاد الكوره، اللي هو الاستريس بيل. وعارف المخده اللي بتقعد تضربها كده لما يكون عندك ستريس عشان تفضي الاستريس اللي عندك؟ ضرب المخده دي لن ياتي باي عواقب، لان المخده مش هترد عليك. كذلك اتحاد الكوره، كل ما تحس انك عايز تنتقد وعايز تقول ان انا ليا وجود وبتكلم وصوتي مسموع وبزعق ومش عاجبني، امسك اتحاد الكوره. هو دور اتحاد الكوره ان الناس تشتمه، لا ليه جمهور يدافع عنه، ولا في حد هيطلع يقول لك مش عارف ايه ولا. دي خناقه مجانيه كده. زي كده من زمان لما كانت الناس مثلا ايه، تطلع تقوم عامله تطلع تشتم في اسرائيل. الناس مثلا تطلع في مصر تقوم تشتم في اسرائيل، يشتم بحرقه شديده جدا وبتاع. ليه بيشتم في اسرائيل؟ ممكن يكون هو كاره اسرائيل، اوكي، بس هو السبب الاهم انه لما يشتم اسرائيل مفيش فاير باك، مفيش حد هيرد عليك. يعني مفيش حد هيقول لك ايه ده، معلش لا استنى اقف هنا، انت بتشتم اسرائيل ليه؟ مفيش حد في اسرائيل هيطلع يقول لك الحق ده فلان ده اللي في مصر بيشتمنا، تعالى نرفع عليه قضيه، ولا تعالى مش عارف نروح بيه فين. دي خناقه مجانيه. في خناقات مجانيه، تروح تتخانق مع نادي ملوش جمهور، تروح تتخانق مع جهه ملهاش جمهور زي اتحاد الكوره كده. لما تحب تحس ان انت عندك صوت وبتتكلم وبتاع، دايما امسك في اتحاد الكوره وعشوائيه اتحاد الكوره. انا كنت عملت حلقه كامله عن ما يسمى بالمصطلح عشوائيه اتحاد الكوره، اللي هو حصان طروادة. كل ما تتزنق في حاجه كبيره وانت لازم تتكلم، ما ينفعش تسكت، فاطلع تتكلم. طب اتكلم اقول ايه؟ اتكلم عن سبب المشكله الحقيقي؟ لا، أنا هخش مشاكل دلوقتي. يبقى امسك في عشوائيه اتحاد الكوره. لماذا حدث واحد اتنين تلاته اربعه؟ بسبب عشوائيه الكوره. والى متى اتحاد الكوره العشوائيه؟ المهم انهي اتحاد كوره؟ حالي ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبل قبله ولا اللي قبل قبلهم؟ يعني انا متذكر في وقت لما كنت انا في قناه الزمالك كانت الخناقه الكبيره، عمرو الجناني بيكرهنا. وانا قلت للناس نفس الكلام. طب يا جماعه عمرو الجناني بيكرهنا، طب اللي قبله كان بيكرهنا برضه، واللي قبله، طب واللي قبل قبله، طب واللي بعده ما كنتش اعرف لسه مين اللي بعده. القصه ملهاش علاقه بمين الشخص، القصه ليها علاقه بحاجه اكبر من الشخص. الوزير بيكرهنا، القصه ليها علاقه بحاجه اكبر من الشخص دائما دائما. وبستغرب جدا ان لغايه النهارده بتطلع ناس تقول لك فلان الفلاني اتخذ القرار الفلاني، وعلى فكره بقى فلان الفلاني ده زملكاوي. يعني ماذا تعني ان هو زملكاوي او مش زملكاوي؟ قصه اكبر منه بكتير. او الناس تتخانق تقول فلان الفلاني خد القرار الفلاني ده عشان هو اهلاوي، برضه حتى لو هو اهلاوي قرار اكبر منه، قصه اكبر منه بكتير. قصه اكبر منه، اكبر منك واكبر مني واكبر من كل حاجه. وهتفضل مستمره كده دايما، طول ما دايما في احساس عام بان اراحه الاغلبيه هو يسهل الامور. خلاص. وبعدين الموضوع ما بيبقاش بس جاي من هنا. يعني مثلا انت دلوقتي في كيانات انت بتسميها ان هي متنافسه، طبعا دي اكبر كذبه في الحياه. يعني ان في تنافس وتنافسيه وقطبين ومباراه القمه وبتاع، دي حاجه كده زي افتح واشرب تفرح، القوه بين ايديك، عبارات دعائيه عشان نبيع المنتج مش اكتر. والقمه والتوتر الاعصاب وما هي مفاجآت التشكيل وماذا يخبئ مش عارف مين في جعبته. يعني في واحد معاه ميزانيه قد التاني 10 مرات، جعبه ايه؟ واحد لو اتخانق مع نادي او كيان ما ممكن يخرجه بره البلد كلها. واحد لو صدر قرار مش عاجبه ممكن كلها تتشال. واحد لو دخل في اي خناقه مهما كانت تافهه ولو متعلقه حتى بتأجيل ماتش، اللي عايزه بيحصل. واحد لو لا طبعا هم بيزعلوا من اقل حاجه، ولو انت عملت الاقل حاجه دي وتزعل منك غالبا ايامك معدوده. والتاني هو عكس كل ما سبق، قطبيه ايه بقى وخناقه ايه وقمه ايه وبتاع. فين بقى الموضوع؟ بس هو يعني الكلام ده عشان نسوق للمنتج. طبعا انا هنا مش عايز ازايد على الناس اللي بتشتغل في الكوره في مصر، في الاخر ده شغل واكل عيش، ربنا يرزق الجميع. انا نفسي ما اعرفش بكره ايه اللي هيحصل معايا، هروح فين، هاجي منين، هيبقى ظروفي ايه وبتاع. فانا ما اقدرش يعني اتكلم على الناس دي، بس اقدر اتكلم على الناس اللي بتقوم طالعه ترتدي ثوب مزيف من الشجاعه ويقوموا ماسكين في اتحاد الكوره. يعني خلاص بقى، بقالنا 90,000
كل ما تتزنق تمسك في هذا الطرف الصامت كانك بتتخانق مع طوبه مرميه في الارض، وبتمارس عليها شجاعه غير عاديه، وبتنذر وبتهدد وبتتوعد لطوبه في الارض. الطوبه ما لهاش، لا هي هترد عليك ولا ليها جمهور يرد عليك. مفيش حد يعني هينتفض لنصرة الطوبة. فمش لازم يعني حتى من الذوق انك لو انت واجهت اي طرف ضعيف انك انت خلاص بتسيبه، حتى لو الطرف الضعيف ده عمل حاجه خلاص يعني بتتكسف حتى انك تروح تمارس قوه على طرف ضعيف. بس هو السيستم معمول ان ده يبقى الطرف الضعيف عشان كل اللي عنده كلمتين في نفسه يطلع يقولهم عليه. ستريس باله، المخده اللي بتقعد تديها بالبوكس كده وتصرخ فيها وبتاع عشان تفرغ عن. انا من كام يوم جات لي مش عارف، كنت قاعد كده مش عارف سرحان ولا ايه اللي حصل، بعدين فكرت في فكره انا شايف انها ممكن تكون جيده والله. يعني احنا مثلا ممكن مبدئيا على غرار يعني الانسحاب من السوبر اللي هو لقى قبول عند كل الناس تقريبا، انا شايف بقى نعمل انسحاب عام، يعني اللي هو ايه، نقفل النادي. وده هيبقى له فوائد اعتقد انها كتير. اولا هنحل مشكله الركنه في المهندسين، نعملوا باركينج. وثانيا كلنا مع بعض نشجع نادي واحد، كلنا نبقى بنشجع نادي واحد ونسميه نادي الاوحد، ونبقى كلنا جماهير نادي الاوحد. ونقعد بقى كل سنه مثلا ايه، نحتفل مع بعض بقى ونفرح مع بعض ونقول ان احنا عظماء جدا والحمد لله على نعمه النادي الاوحد، رغم ان كلنا بنشجعه عادي، مفيش اي تمييز، يعني مفيش حد فينا مميز عن التاني. لو انت مشيت في الشارع انت بتشجع ايه، انا اوحداوي وانت اوحداوي وده اوحداوي واللي هناك دول اوحداوي بتاع. بس كلنا ده بقى نبقى ايه مع بعض. وكل بقى بطولة افريقيا مثلا نتخانق لنا خناقه، ونروح نتخانق مثلا مع جمهور في المغرب، في تونس، في مش عارف في جنوب افريقيا، في نمسك في حكم افريقي مثلا بتاع مش عارف ايه، نقعد بقى نتخانق بقى نقول احنا مظلومين جدا، لا حول ولا قوه الا بالله، انقذونا احنا بنموت وبتاع. وبعدين في الاخر يعني الكلام ده ممكن يستمر معانا سنتين ثلاثه، اعتقد ان ده هيبقى كويس ومش هيبقى فيه تعصب. طبعا ده شيء مهم جدا هيقضي على التعصب، ونبقى كلنا ايد واحده وكلنا نبقى حاجه واحده وكلنا نبقى على قلب رجل واحد. طبعا سنتين ثلاثه والموضوع هيبتدي يزهق شويه، فلازم نخترع عدو او الخناقه، يعني مش هينفع نبقى عايشين دايما في طرف واحد في الموضوع. فممكن مثلا نعادي نادي انبي، نقول نادي انبي ده يكون انبي مثلا في الصيف جايب لعيب من بلديه المحله ب 20 جنيه مثلا، فنقول ايه ده، لا حول ولا قوه الا، جابوا الفلوس دي منين، يا ساتر يا رب، ده موسم شكله هيبقى صعب جدا وبتاع. وبعدين نروح نلعب بقى ماتش القمه بين نادي الاوحد وانبي مثلا في الجوله مش عارف كام، ويكون الفرق 93 نقطه، وبعدين نكسبهم بقى 12-0 مثلا. فنقعد بقى نتريق عليهم ونطلع عليهم نكت وبتاع ونمارس عليهم بقى فوقيه ونقول لهم ان احنا احسن منكم، رغم ان مفيش حد اصلا. بتكلم نفسنا كلنا نفس الشيء يعني. يعني انت كل ما بتمشي في اي شارع كل الناس اللي في الشارع دول بيشجعوا النادي الاوحد وحاطين بقى اعلامه وصوره وبتاع، كلهم بيحبوه كده. طبعا انت ممكن تقول لي لا، طب ما ممكن نخلي الاسماعيلي هو، لا الاسماعيلي ده هيهبط، احنا مش عايزين صداع. اي شكل من اشكال الصداع هو لا يرضينا، اي حاجه مهما كانت تافهه ممكن تزعلنا وتغضبنا جدا. احنا ممكن نهبط الاسماعيلي والمصري وبتاع، نهبط كل الناس دي و... ونعادي انبي بقى. وبعدين مثلا ايه، يجي مثلا يبقى مثلا عندنا ماتش في بطوله افريقيا، وهنلعب ماتش الذهاب في افريقيا، وبعدين ماتش في الدوري، بعدين ماتش عوده، فنقعد نتخانق عايزين ناجل الماتش، واحنا اصلا متصدرين الدوري مثلا فرق 2020 نقطه. بس نقعد نتخانق بقى ونقول لا الى اي مش عارف الى اين الظلم ومش عارف، واتحاد الكوره كله انبويه، وفي مش عارف مجامله انبي بقت فجه، والريحه ازكمت الانوف الى متى مش عارف انحازت لانبي وبتاع. نتخانق بقى ونطلع في برامج ونكتب حاجات ونعمل هاشتاجات ونبقى كلنا لجنه الكترونيه واحده مش لجان، لا هو كلنا حاجه واحده. وبعدين يصدر القرار بقى بتاجيل المباراه، لان كان فيه شك ان احنا ممكن نتعادل في المباراه دي مثلا، فالفرق بدل ما يبقى 2020 نقطه يبقى 2018 نقطه، فننتصر ونقول احنا جامدين جدا ومحدش يقدر علينا وبتاع ومش عارف ايه وكده. بعدين يجي مثلا ايه انبي ده اللي يكون يتحسب له مثلا ضربه جزاء فيها شك، يا لهوي شوف كل الناس معاه لو كل الدنيا ضده، لكن انا هفضل مع النادي الاوحد وهنواجه هذا الطوفان الانباوي وسننتصر جميعا. هو على مين؟ مفيش حد اصلا، بنتكلم نفسنا يعني. مفيش حد غيرنا يعني. بس بعدين مثلا كل 10 سنين انبي بقى يقوم مطلع لعيب كده، ف... فنروح نجيبه برضه، ما طبيعي يعني. وبعدين نطلعه في البرامج بقى نقول الموضوع ما كانش فلوس ولا حاجه، كان بياخد 20 جنيه مثلا، فاحنا نديله 17 مليون جنيه، فنقول بقى مش عارف ايه وبتاع.
انه مش عارف من اجل الروح والمش عارف والمبادئ ومش عارف ايه ولا، وانا اول ما كلمني الكابتن فلان بصيت في عينه وقمت ماضي من غير ما اشوف الرقم الله اكبر وبتاع، وعمركم ما هتبقوا زينا يا ام بي فاهم. وبعدين مع الوقت بقى مثلا نزهق قوي من ام بي ده نهبطه برضه ماسكين في المقاولين بقى، تعالى بقى المقاولين ومش عارف ايه، ومباراه القمه المصريه ونلعب المقاولين. المقاولين برضه ينفع يبقى عدو يعني كويس، المقاولين عنده بطولتين افريقيا او يعني حاجه، عنده شيء يعني يستند اليه. ونقعد بقى نتخانق بقى مع نادي الاوحد ونادي المقاولين، ويا نادي المقاولين هنسحقكم، محدش يقدر علينا، احنا جامدين جدا، والحمد لله على نعمه النادي الاوحد اللي احنا مش عارف ايه، واجمل اختيار اخترته في حياتي، اللي هو مش اختيار غيره اصلا، بس ده اجمل اختيار اخترته في حياتي ومش عارف ايه وبتاع. وعشان ندي الموضوع تاتش برضه نروح نتخانق مع محمد صلاح ما طالع من المقاولين فاهم، ونتخانق مع صلاح بقى وبتاع ومش عارف ايه، ونقول ان اعتقد ان ده اقتراح ممكن يكون كويس، هيحل مشكله المرور في المهندسين، وهيخلينا كلنا ايد واحده. ودايما الجمله اللي احنا بنسمعها في التلفزيون اللي هي مش عارف محتاجين هدوء، نرجو الهدوء من جميع الاطراف، هو مش هيبقى فيه اطراف، هو طرف واحد، هو دايما كان طرف واحد، بس يعني هنخليها رسمي بقى طرف واحد، ونبقى كلنا يعني مبسوطين كلنا ايد واحده وبتاع. وكل شويه كده طبعا بعد ما نهبط كل الفرق وما يبقاش في حد اصلا خالص، هنبتدي بقى نعمل لنفسنا خناقات صغيره على الضيق كده. يعني كل واحد فينا يمسك في لعيب، مثلا انا امسك في لعيب فاقول اللعيب ده لازم يلعب اساسي، فانت تقول لي لا ده لازم يقعد على الدكه، فنقوم متخانقين مع بعض، ونطلع في البرامج بقى ونعمل مناظرات وبتاع ومش عارف ايه، وكلنا بقى ايه جماهير النادي الاوحد ده نقعد بعدين مثلا يجي بقى اللعيب ده يلعب ونادي الاوحد يكسب، فانا اروح اتريق عليك اقول لك شفت اللعيب بتاعي لما لعب النادي الاوحد كسب ومش عارف ايه، فيجي الماتش اللي بعده اللعيب ده ما يلعبش ونادي الاوحد طبيعي برضه هيكسب، مفيش حد تاني يعني، فانت تيجي تقول لي لا شفت مش عارف ايه وبتاع، ونقعد بقى ايه نخش في جدالات وسجالات وخناقات وبتاع ومش عارف مين وبعدين مثلا يجي اعلامي من بره ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل، بس يلاقي ان هو كل ما بيكتب كلمه الاوحد دي بيجي له ريتويت كتير، فيقوم طالع يقول لك إيه؟ انه الاوحد، الاوحد العظيم، الاوحد الجميل، كلنا ريتويت ريتويت ريتويت، والراجل يقول لك الراجل ممكن يكون ما شافش ماتشين اصلا في مصر، بس هو لقى نفسه بيكتب اوحد بيجيب ريتويت، اديله اوحد كل يوم بقى نقعد نكتب في الاوحد، وانها عظمه النادي الاوحد، وان النادي الاوحد هو التاريخ، وان التاريخ لو تحدث لا نطق باسم النادي الاوحد، ريتويت ريتويت ريتويت، لايك شير ريتويت، لايك شير ريتويت، لايك شير ريتويت، فيبتدي بقيه الناس تحس ان كلمه الاوحد دي بتجيب ترافيك، فكلهم يبتدوا يتكلموا عن الاوحد، فنتحول الى حقيقه مثبته، اللي هو تخش جوه تلاقي اوحد، تطلع بره تلاقي الناس كلها بتتكلم عن الاوحد، فيبقى الاوحد ده هو الحقيقه الوحيده في الحياه. نادي الاوحد وجمهور نادي الاوحد هم الحقيقه الوحيده في الحياه، وننهي اي جدل من اي نوع بقى عشان الجدل بيجيب صداع، كلنا نبقى على قلب رجل واحد خلف نادي الاوحد من البدايه الى النهايه، والله الموفق المستعان. فاجابه على السؤال اللي بدا لو انت ليه ما بتتكلمش، عشان ما فيش حاجه جديده اقولها، يعني كل اللي كان عندي قلته قبل كده وما حصلش جديد يخليني اغير رايي، يمكن اغير رايي في المستقبل الله اعلم، ما بحبش اراهن على المستقبل يعني، بس as long as ان انا ما حصلش حاجه تخليني اغير رايي، ف رايي اللي الناس بتستشهد بيه من سنتين ومن ثلاثه ومن سبعه، انت نفسك وكانك بتقولي مش محتاج تتكلم، يعني انت شخصيا وانت بتستشهد برايي اللي انا قلته من زمان، كانك بتقولي خلاص انت مش لازم يعني ايه ريح انت دلوقتي بقى اشرب ليمون بتاع كده، يعني انت اوريدي عملت اللي عليك يعني. طيب وفي ومعاها سؤال تاني بيقول ليه ما بقتش تتكلم عن الكوره في مصر؟ السؤال ده مكرر بقاله داخلين في سنتين دلوقتي. هل القصه لسه مش واضحه يا جماعه؟ هل في شيء جديد؟ هل في حاجه اتغيرت مثلا؟ يعني هل في معطى جديد في المعادله محتاجين ان احنا نخش نقول راينا في هذا المعطى الجديد في المعادله؟ يعني انت مثلا هدي لك مثال، انت حط نفسك مكاني انا، لو انا شخص الناس عماله تستشهد بحاجات قلتها من سنتين ومن ثلاثه واحيانا من 5 و6 سنين، انا بشوف فيديوهات ليا 2016 2016 دي بقى لها قد ايه دلوقتي؟ داخلين في 9 سنين اعتقد، لا 9 ايه سوري 7 سنين. فلو الكلام اللي من 6 و7 و7 سنين لسه قائم لغايه النهارده، يمكن استخدامه لغايه النهارده، طب انا هطلع اتكلم اقول ايه؟ اعيده تاني مثلا، اكرره تاني؟ ما خلاص هو كان في صورة، الصورة دي أنا قلت رأيي فيها، برضو أرجع وأكد تاني أنا مش متأكد أنا صح ولا غلط، محدش أبدا يقدر يبقى متأكد هو صح ولا غلط مادام بيقول رأيي مش معلومة، لكن اللي عندي قلته، وبعد ما قلته لم أجد شيء يستدعي تغيير الرأي أو تعديله أو كده، ببساطة شديدة يعني. فلو أنا اتكلمت عن أي حاجة ليها علاقة بالكرة في مصر، أولا أنا هعتبر إن دي مشاركة،
ثانيا فعلا مش هقولك جديد، لان كل اللي عندي قلته قبل كده، وما حصلش جديد يستدعي وجود رأي جديد او وجود تعديل على رأي جديد. انا مش ضد التعديل، يعني انا ممكن اجي في لحظة اقول لك، ارفع ايدي اقول لك سوري، في حاجة انا كنت شايفها كذا كذا، بس واضح ان انا كنت غلطان، انا حاليا بقيت شايفها كذا كذا، بس ده ما حصلش لسه، يمكن يحصل يمكن لا، ما اعرفش، بس لغاية اللحظة هو ما حصلش.